تنفيذا لتعليمات سامية لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وحرصه الدائم على التكفل بانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج بما فيها تسهيل إجراءات تنقلها إلى أرض الوطن. تنهي وزارة الشؤون الخارجية إلى علم مواطنين المقيمين بالخارج وحاملي جوازات سفر أجنبية سارية الصلاحية أنه تقرر وبصفة استثنائية تمديد العمل بالإجراء التسهيلي الجاري به العمل حاليا، والقاضي بتمكينهم من الدخول إلى التراب الوطني ومغادرته مع الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة، وذلك إلى غاية نهاية العام الجاري. ويسمح هذا الإجراء التسهيلي للمستفيدين منه بالاقتصار على استصدار جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية مصحوبا بجواز السفر الوطني البيومتري أو بطاقة التعريف الوطنية البيومترية حتى وإن كانا منتهيي الصلاحية، مع شرط التقيد باستعمال الوثائق نفسها عند الدخول والمغادرة.